السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نجرب معايا توفيق نعمل احلى دوناتس. بجد دوناتس هشة ولذيذة جدا، مش هتاخد معاكي وقت والنتيجة خطيرة. كنت عملت معاكم الدوناتس قبل كده وكانت تجربتي الاولى وكانت مظبوطة من اول مرة، بس حبيت اعملها معاكم تاني لان بجد الدوناتس بقيت بعملها كتير جدا وبتطلع مظبوطة جدا جدا، فحبيت اشارك الطريقه معاكم. وعايزه اقول لكم مش كلام والله، كل اللي بيدوقها مني بيقول لي الدوناتس خطيره احسن من اللي بناكلها من بره. الدوناتس بجد عمايلها سهله خالص، مش صعبه. كل اللي عليك ان انت تمشي على الخطوات والتكات اللي هقولك عليها وهيطلع معاكي احلى والذ دوناتس. فيلا بينا نبتدي الوصفه، توكلنا على الله. بس ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. في بوله كبيره هتنزلي بكوب ومعلقتين كبار من الحليب الدافي، وهتنزلي عليهم بمعلقة كبيرة مليانة من الخميرة الفورية حوالي 18 جرام، وعليهم معلقتين كبار من السكر. في نصيحة بسيطة عايزة اقولك عليها عشان ما تبوظلكيش كل اللي عملتيه. الخميرة لو انت اول مرة النوع ده تستخدميه او كانت عندك بقالها فترة متخزنة، يفضل ان انت في الخطوة دي تغطي البولة لمدة 10 دقايق في مكان دافي وتشوفي الخميرة هتخمر معاكي وفعالة ولا لا. بالنسبة لي نوع الخميرة مجرباه وعارفاه، فتوكلت على الله ونزلت ب2 بيضة وفانيليا ومعلقة كبيرة من الخل اضافته مع المعجنات بتفرق قوي، بيساعد ان المعجنات تبقى هشة معاكي. هتقلبي او تخفقي المكونات مع بعض كويس جدا، وبعد كده نزلت عليهم بنص كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. انا هنا بصراحة الزبدة كانت لسه خارجة من التلاجة فدفيتها تدفية بسيطة خالص على النار. طبعا ما سيحتهاش كلها، بدفيها بس كده عشان تفك معايا، وبعد كده نزلت ب2 كوب من الدقيق. وطبعا دي مش كميه الدقيق كلها، انت لو عايزه تنزلي بكميه الدقيق كلها انزلي عادي، بس الخطوه دي هتسهل عليكي جدا العجن. فنزلت ب2 كوب من الدقيق، عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر وربع معلقه صغيره من الملح، وهقلبهم كده بالمخفق اليدوي بالشكل ده. الموضوع ده فعلا هيسهل عليكي العجن جدا. كل المكونات هتمتزج مع بعض وهتقلبيهم مع بعض كويس جدا لحد ما يبقى الخليط كده شبه خليط الكيك. هنزل دلوقتي بحوالي 2 كوباية ونص من الدقيق، يعني الكمية اللي انا استخدمتها كلها من الدقيق حوالي 4 كوب ونص. لو بالجرامات 560 جرام من الدقيق. المج اللي بيبقى موجود في اي بيت عندنا بياخد حوالي من 120 ل 125 جرام من الدقيق. يفضل ان انت لما تيجي تنزلي بالدقيق ما تنزليش بكمية الدقيق كلها، يعني اخر نص كوباية ده انزلي بيه معلقة معلقة لحد ما قوام العجينة يظبط معاكي، لان بتختلف من دقيق لدقيق. هتبتدي تلمي العجينه معاكي بالشكل ده لحد ما الدقيق يختفي معاكي تماما. واول ما العجينه تتلم معاكي وتبقى بالشكل ده على سطح الرخامه عندك طبعا تكون نظيفه، هترشيها رشه دقيق وتنزلي بالعجينه وعجيني بقى. يلا اقعدي كده افتكري اي حاجه وعجيني لمده 10 دقايق. ممكن تشغلي الموبايل جنبك كده على اي حاجه بتحبيها وعجيني. بجد العجن بيبقى ممتع جدا. ده شكل العجينه بعد 10 دقايق من العجن. قوام العجينه بيبقى لين وبيلزق خفيف خالص كده، القوام هيبقى مظبوط معاكي. في مكان دافي هتغطي العجينة وتسيبيها تخمر لمدة ساعة أو ساعتين حسب درجة حرارة الجو عندك. وده شكل العجينة بعد حوالي ساعة وربع كانت خمرت وتضاعف حجمها. هبتدي أقسم العجينة نصين لأن يعني حجم العجينة معايا كبير إلى حد ما. انت ممكن تعملي نص المقدار اللي انا عملته ده، هيطلع معاكي من 7 ل9 قطع من الدونت. للجزء اللي انا مش حسب هستخدمه حجم دلوقتي اللي انت هتعمليه كده على جنب، بس اهم حاجه تغطيه عشان العجينه ما تنشفش منك. هترشي رشه بسيطه خالص من الدقيق وهتبتدي تفردي العجينه بالشكل ده. عايزه ارتفاع العجينه يكون بنفس ارتفاع صباعك الصغير، عارفه صباعك الصغير بالظبط كده، حطيه جنب العجينه كده واظبطيها على نفس المقاس. هتبتدي تجيبي اي قطعه عندك او كوبايه على شكل دوريه وتبتدي تقطعيها بالشكل ده، بس الاول بتمسحيها مسحه بالدقيق عشان العجينه ما تلزقش فيها. عايزه احكي لكم حاجه بسيطه كده بعيدا عن الدوناتس. عارفين القطاعه دي اصلا ايه؟ عارفين اللزق اللي هو الدبل فيس؟ بعد ما خلص بصراحه عجبتني قوي السيركل دي الدوريه دي، قلت دي تنفع جدا في الدوناتس، وفعلا بستخدمها في تقطيع الدوناتس وبيطلع معايا الحجم حلو قوي. نبتدي نعمل الفتحه اللي بتبقى في نص الدوناتس كده مش راضيه تتمسك. ودي ليها قصه برضه. عارفين القطاعه دي عباره عن ايه؟ اللي عنده اطفال والادويه اللي هي ستال وما شابه ذلك، يعني ربنا يعافي ويشفي الاطفال جميعا، استخدمتها بقى ان انا اعمل بيها الفتحه اللي في النص دي. فاي حاجه عندك استغليها. انا جدعه جدا في اعاده تدوير الحاجات، يعني ممكن ما برميش اي حاجه بسهوله، بفكر الاول انا ممكن استغلها في ايه. لو بغطاء ازازه هتقدري تعملي الفتحه الصغيره دي. قبل ما بتستخدميها بتمسحيها دقيق زي ما قلتلك عشان ما تلزقش في العجينه معاكي. هتلمي العجينه الزياده وتكوريها وتسيبيها ترتاح مش اقل من 10 دقايق، وترجعي تفرديها تاني وتشكلي دوناتس. الموضوع سهل خالص وبسيط. هتقطعي ورق زبده على حجم الدوناتس وتحطي كده الدوناتس عليه وتسيبيه بقى يخمر في مكان دافي مش اقل من نص ساعه، يعني بالكتير قوي 40 دقيقه. ورق الزبده هينفعك قوي ان انت بعد ما الدوناتس تخمر معاكي مش هتمسكي الدوناتس بايديكي، هتنقليها بورق الزبده
فهتفضل الدونتس محتفظه بشكلها. والكور اللي في النص دي لما بتتحمر بجد بتبقى حلوه قوي. هقول لكم هنعمل فيها ايه. في طريقه تانية لتشكيل الدونتس حابه اقول لكم عليها على السريع. بتجيبي العجينه وتبتدي تقسميها لقطع متساويه، يعني حاولي ان هي تبقى متساويه، وبتكوريها. اهم حاجه انك تكوريها كويس وتلمي العجينه من تحت بالشكل ده، وبتسيبيها على جنب. ولما تيجي بقى ترجعي تبتدي تشكلي الدونتس، تبتدي من اول واحده كورتيها، تبتدي تضغطي عليها بايدك بالشكل ده او تفرديها بالنشابه زي ما تحبي. بس حاولي زي ما قلت لك يبقى مقاسها كده مقاس صباعك الصغير. انا هنا جبت القطعه اللي قطعت بيها الدونتس عشان يبقى كله في حجم واحد. هتعملي الفتحه اللي في النص بغطاء ازازه او اي حاجه متاحه عندك زي ما قلت لك، وتسيبيها تخمر في مكان دافي مش اقل من نص ساعه. ودي كميه الدونتس كلها. هتغطيها كويس جدا عشان ما تنشفش منك وتسيبيها تخمر. انا ورق الزبده بصراحه ما قضاش كل الدونتس، مفيش مشكله. هقولك بقى ازاي تنقلي الدونتس بالراحه خالص لما تيجي تقليها. وده شكل الدونتس بعد ما خبرت. شايفين شكلها بقى خطير. يلا بقى نروح المرحله الجايه. في طاسه على النار هتحطي زيت. الدونتس بيبقى عايز زيت غزير، فانتي يعني ما تكبريش الطاسه قوي عشان ما تهدريش زيت كتير. نصيحتي اوعي تكون النار عاليه، لان كده الدونتس هتاخد لون بسرعه من غير ما تستوي من جوه. هتبتدي تنقلي الدونتس بالراحه بالطريقه دي، وهتسيبيها كده تاخد لون من تحت، وبعد كده تقلبيها على الناحيه التانية. عايزه اقول لكم ان الفقاعات اللي جنب الدونتس دي المفروض تبقى اهدى من كده. هي فعلا هاديه، بس عشان انا مسرعه الفيديو فهي تبان لكم ان هي كتير. الدونتس فعلا مش هتاخد معاكي وقت خالص، وهتلاقيها اخدت لون من هنا ومن هنا بسرعه. هتحمري الكميه اللي معاكي كلها. بعد كده بقى هتبتدي تحمري الكرات اللي هي الكور الصغيره دي. ومهم جدا ان انت تصفي الدونتس والكور كويس جدا من الزيت. وما تقلقوش، الدونتس اللي انا عاملاها معاكم مش هتشرب زيت خالص. الكور بقى وهي سخنه خالص هتنزلي بيها على سكر بالقرفه، حوالي معلقتين كبار من السكر، وعليهم حوالي نص معلقه او معلقه قرفه حسب انت بتحبي القرفه كتير ولا لا. وزي ما قلت لكم لازم تكون سخنه عشان تتغلف كويس بالسكر والقرفه. الدونتس بجد طالعه خطيره جدا. العجينه مظبوطه قوي، تحسي ان هي كده هشه، تحسي انت ماسكه حاجه اسفنجيه دوسي عليها كده. شايفين القوام بجد خطيره. عايزه اقول لكم ان انا بحب اكلها ساده كده من غير اي اضافات عليها، بجد بيبقى طعمها لذيذ جدا. يلا بقى نحضر الجناش والاضافات اللي احنا هنغلف بيها الدونتس. معايا حوالي 200 جرام من الشوكولاته، هقطعها كده بالشكل ده، وهتسيحيها في الميكروويف او في حمام ميه سخنه. هتجيبي حله وتحطي فيها ميه سخنه، وهتحطي الشوكولاته في طبق كده ازاز او اي حاجه، وتسيبيها لحد ما تسيح خالص. عايزه اقولك مش لازم تستخدمي الشوكولاته في التغليف، ممكن تستخدمي صوص الشوكولاته الاقتصادي اللي انا عملته معاكم قبل كده. هسيبه لكم في صندوق الوصف. حضر الجناش التاني اللي هنغلف بيه الدونتس. حوالي نص كوب من السكر البودر، وهتنزلي عليه بحوالي معلقتين من اللبن. بس ما تنزليش بالمعلقتين مره واحده، انزلي بمعلقه الاول وهتقلبيها كويس جدا بالشكل ده. ولو حسيت ان القوام لسه تقيل معاكي خالص زودي معلقه، لكن ما تكتريش عن كده، لان الصوص ده لو كان خفيف معاكي مش هيثبت كويس على الدونت. وميزه الجناش ده ان انت تقدري تغيري في لونه براحتك. ممكن تضيفي اي لون بتحبيه من الالوان الطبيعيه المصرح بيها، بس بالنسبه لي حبيت ان انا استخدمه كلون ابيض كده. لو ملاحظين انا عامله كميه قليله خالص، انا حبيت اوريكم الفكره بس لان انا بصراحه اولادي بيفضلوا اللي هو بالشوكليت، فيعني حبيت اوريكم بيتعمل ازاي. وعايزه اقولك ان الاضافات الاخيره دي كلها بتاعتك انت ممكن تضيفي اي حاجه في تغيري طعم الدونت زي ما بتحبي تاكليه. اهم حاجه الدونت يبقى مظبوط معاكي، واي اضافه بقى دي بترجع لك انت. كده القوام بقى مظبوط. بالنسبه للصوص الشوكولاته يعني يفضل ان انت تنزلي عليه بحوالي معلقه كبيره من الزيت تديله لمعان، وبكده الصوص بقى جاهز معانا. اخر مرحله دي بجد اكتر مرحله ممتعه، ان انت بتبتدي بقى تضيفي الاضافات الاخيره واللمسه الاخيره دي. عندي الاولاد بيحبوا يشاركوا معايا جدا في الموضوع ده. بتغمسي كده نص الدوناتس من فوق كده في الصوص الشوكليت، وتحطي بقى قطع فارماسيل من فوق، قطع شوكولاته، اي اضافات عندك. والدوناتس هتغمسيها بالشكل ده، يعني حوالي نصها اللي فوق، وهتبتدي مثلا تنزلي عليها بصوص الشوكليت من فوق بالشكل ده. تخلصي الكميه اللي معاكي كلها، وهتسيبي الدوناتس لحد ما الجناش يثبت عليها وتبقى كده متماسكه، وهتاكلي احلى دوناتس. بالنسبه لكميه الدوناتس اللي خرجت معايا، خرج معايا 18 قطعه من الدوناتس غير الكور الصغيره. بجد كميه حلوه جدا. وزي ما قلت لك تقدري تقسمي المقدار على النص ويطلع معاكي من 7 ل 9 قطع حسب حجم الدوناتس. عايزاكم تسمعوا الصوت الخطير ده لجناش الشوكولاته بعد ما بيبرد. يلا جربوا الطريقه، مستنيين ايه؟ اشوفكم في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.